الأميرة فائقة فؤاد والألبوم التالت والأخير للمجموعة الخاصة بيها. هنجيب بعض الصور والأخبار اللي تم نشرها في المجلات زمان ولم ترد معنا في الفيديوهين السابقين. هنبدأ ننشر الصور بهاي متطورة مع نجيب في الفترة اللي كان وصي لا في وصاية على العرش للملك أحمد فؤاد الثاني ابن الملك فاروق. هي دي الفترة اللي كانوا لسه بيقدموا فيها النشاط الاجتماعي والخيري تبع جمعية الهلال الأحمر وتبع مقرة محمد علي. ده ابنها وبنتها اللي طالعين معاها في الصور، وده القصر اللي كانت عايشة فيه. وتم تحويله بعد ذلك إلى مصلحة حكومية. ازاي ما تسألنيش، احنا قلنا قبل كده بعض الفصول تحولت لوزارات زي التربية والتعليم وكليات زي الحقوق، ومنها تحول إلى مصالح حكومية، ومنها تحول إلى مستشفيات جبنا العدد كامل. وقلنا تم التصويت دي تحولوها لمتاحف ولا فنادق ولا تباع ولا تتحول إلى مصالح حكومية، كله فصل على حدة. وبذلك آه، تم تحويل الفصول بهذا الاتفاق اللي كان نازل في الجرايد ويتعمل له فيديو من على الصفحة بالشكل ده. كنت تمينا أنهم الخاص بالأميرة فائقة اللي هي كانت بتهتم بالرياضة بصفة خاصة، وجوزها كان من أهم من لاعبي التنس اللي كانوا موجودين في الفترة دي. وهي هنا بتسلم الجواز بتاعة الغرف. و أتذكر إن ملكة فايزة كانت بتشجع الإسماعيلي. هي الفائقة كانت بتشجع نادي فاروق. وهي الملكة فوزية الأميرة فوزية مش مذكروش هي كانت بتشجع نادي ايه أو إذا كانت بتهتم بالرياضة وليها نادي خاص ولا لأ. أرجو إن الأنظمة دي تكون نالت إعجابكم. ضفت سلاسل لو أمن أستودعكم الله. انتظرونا في مجموعة ثانية للعصر آه، الملكية ورزقها اللي كان موجود في مصر. هنشوف حاجات كتير ما شفناهاش قبل كده. تنتظر سلاسل لو أمن أستودعكم الله. سلام.